السلام عليكم أحبتي، أهلا وألف مرحبا بكم على قناتكم الإخبارية وان التي ستوافيكم بإذن الله بجديد الأخبار داخل الوطن خارج الوطن. أينما كنتم نرحب بكم، تنورون قناتنا بالانضمام والاشتراك وتفعيل الجرس. ألف مرحبا. كما تعلمون أنه مسبقا انتشرت حملة تنظيف المقابر، حملة شرسة يعني دخل فيها رجال ورقاة وشباب الجزائر، وضعوا اليد في اليد لتنظيف المقابر، وهذا لشفاء العديد من المرضى. وحقا يعني انتشرت فيديوهات لعدة رقاة أنه بعد العثور على عدة أسحار تواصلنا مع أصحابها، وكان يعني عديد الحالات شفيت تماما من هذه الأسحار، وهناك أسحار معقدة جدا ما زال أصحابها يواصلون الرقية الشرعية. فيما يخص حملة تنظيف المقابر، يعني سننشر لكم صورا لمسحورين وجدت في مقابر الجزائر في رمضان منذ ليلة 27 إلى أيامنا هذه، حيث نشر عديد الرقاة على صفحاتهم الخاصة صورا وجدت، وخاصة لعرائس يعني صور جديدة. فما عسانا إلا قول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يقصد السحرة والمشعوذين لإيذاء الغير. ولكم أن تتخيلوا أنه اشتعلت صفحات الفيسبوك اليوم، وكذلك الانستغرام وتيك توك ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لممثلة معروفة، الشيء الذي كذبه العديد يعني يؤتمن فيه العديد، صورة الممثلة الجزائرية سهيلة معلم. الصورة أمامكم تمر على الشاشة يعني، وقال العديد وأكدوا أنها ليست ذكاء اصطناعي. هناك من كذبوا الخبر، وهناك من قالوا إنها حقيقة وتظهر على سهيلة معلم، يعني في عينيها يظهر حزن داخلي ولم تتزوج لحد الآن. أنا أقول أننا يعني كل هذا مكاتب الله عز وجل، فالزواج يعني قضاء وقدر. هناك من تزوجت صغيرة وتطلقت، هناك من يعني مات زوجها وتركها، فالزواج مكاتب. إن كانت هذه الصورة حقيقية ووجدت في المقبرة لسهيلة معلم، يعني أكيد 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 سيضعونها بين يديها، وإن شاء الله سيفسخوها الرقاة وتشفى تماما يعني، وييسر الله في حياتها، وحسبنا الله وكفى في كل ساحر. وإن كانت كذبا فما عسانا إلا قول حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن ينشر الإشاعات بين الناس لتهويلهم ومنع النوم عنهم وإمراضهم نفسيا. أحبتي في الله، في الأخير لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس المشاهدة والإعجاب بالفيديو خاصة ليصلكم جديدنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. إلى اللقاء.